لو شفت الولد ده وحد قالك هتصارعه هتستخف بيه، وده عشان شكله غلبان وقليل صح. اللي انت ما تعرفوش انه من اقوى وافضل لاعبي الجوجيتسو والجرابلينج في العالم، والنهارده هتشوفه بيلاعب الوحش ده اللي هو زميله في التمرين، وهنحلل مبادئ مهمه جدا في لعبهم. فلو انت مهتم بتعلم فنيات المصارعه هات قهوتك عشان في علم دسم في الفيديو ده. يلا بينا نبدا. ده اسمه ايثن حاجه كده معقده، ايثن كريلينستن او كريلينستين حاجه زي كده. والولد ده تقريبا اسمه رومان. لو تاخد بالك دي بوستشر او وضعيه للجسم واطيه جدا جدا جدا، وفي الغالب دول كده بيلعبوا بالستايل بتاع المصارعه. كل ما الدماغ وطيت تحت كل ما بيفكرني بالوقفه بتاعه المصارعين اكتر، كل ما الدماغ بقت فوق بقت شبه بتاعه الجودو اكتر. في الحالتين الوقفتين تمام. المهم ان انت دماغك ما ينفعش تبقى اعلى من دماغ خصمك ولا اوطى من دماغ خصمك بزياده، لان لو دماغه عاليه رجليه مكشوفه يقدر خصمه يخش على رجليه بسهوله، ولو دماغه واطي قوي ظهره مكشوف فيقدر ان خصمه يحط صدره عليه وينزله البوزيشن زي الفرونت هيد لوك والحاجات اللي زي كده. تعالوا نشوف اللي هيحصل. لو بص بيحاول يطلع رجله من هنا عشان يبتدي يحط رجله وراه ويضغط. ده نيك متايا. طب ليه كوتش ما بينطش ويقع على ظهره؟ عشان مش هيحصل له حاجه، لان دي ارض طريه مش هيحصل له اي حاجه. ده بالعكس هو هيقوم بالوقعه، يعني بعزم الوقعه هيقوم كاشف رقبته اكتر. هو ده حرك رجله، هيقفل ترينجل عليه. الترينجل دي مش هتشتغل لسه، كده زاويتها احسن. ليه بقول زاويتها احسن؟ لان دلوقتي الكتف بتاع الخصم قفل في رقبته، فالترينجل بتشتغل كده، كتف قافل في عرق الرقبه والرجل من الناحيه التانية قافله على العرق التاني. ونهار اسوح في كيمورا هنا بس. تمام، الموضوع انتهى. ايه اللي حصل عشان ياخد الدبل دي؟ بص، اللحظه اللي الدماغ، بص الدماغ وطيت قوي وده دماغه عالي قوي بالنسبه للتاني، ده بالظبط اللي انا كنت بتكلم عنه. لازم تبقى دماغك معاه قريبه منه. شايف الفرق ما بين الدماغين؟ هنا هيقوم عامل دايفنج من زاويه ضيقه جدا ويقوم ضاغط برجليه ورايح ماسك الرجلتين وياخد دبل ليج. طيب معلومه مهمه، الدبل ليج دماغك تبقى بره فيها مش تحت. السنجل ليج دماغك تبقى جوه، يعني الودن دي تبقى جوه في بطنه لو سنجل ليج. طيب ما هو بيخنقوا جيلوتين، لا مش هيخنقوا جيلوتين طول ما هو متحكم في رجليه الاتنين. لو رجليه بره جسمه، يعني ادي رجليه، ما تقدرش الرجلين بتاعت خصمه تلف حواليه، مفيش جيلوتين. بص هو بيحاول يتمسك في الجيلوتين هنا، والتاني مهمته ان هو يخلي الرجلين حتى بعد ما وقعه يخلي الرجلين دي ملمومه في جنب واحد اهم. التاني يبص للارض ويحط ايديه في الارض عشان يبتدي ان هو يحاول يرفع وسطه، بس صعب جدا من هنا. بعد كده مسك رجله من جوه،
ده اسلوب كويس جدا للهروب. بص في اللحظة اللي فيها فتحة هنا يقوم داخل بدراعه من هنا عشان يبتدي ان هو يلف نفسه ويطلع، يحاول يطلع من الدبل. بس انا بحس ان الاسلوب ده بيبقى مناسب اكتر للسنجل ليج، لما يبقى ماسك رجل واحدة مش لما يبقى ماسك رجلتين. بس طول ما هو ماسك رجلتين الموضوع صعب. طيب ليه هو بيحاول يرجع الرجل دي لورا؟ عشان لو هو عدى الرجل دي من فوق الرجلتين هيبقى داخل على الفول ماونت. هو لم رجل واحدة عشان خصمه ما يقدرش يبعد بوسطه، والتاني بيحاول يخبي رجله دي بعيد هنا عشان لو عدى الرجل دي من فوق الرجل التانية كمان ده كده يعتبر بداية فول ماونت. لو تاخد بالك هنا كده ايثن قاعد بياخد نفسه. دي الوضعيات اللي انت ممكن تبتدي تاخد فيها نفسك، ان انت عارف ان خصمك في وضعية وحشة او في بداية وضعية وحشة وما بيتحركش بيلعب سلبي. تقدر تستنى كام ثانية كده تاخد نفسك وبعد كده تكمل. لكن لو انت في وضعية وحشة، انت شخصيا في وضعية وحشة، ما ينفعش تقعد تستنى لان خصمك اللي فوقك قاعد بياخد نفسه. طيب ايه اللي حصل دلوقتي وليه شد رجله بالمنظر ده اول ما حس ان وسطه بيترفع؟ لان ببساطة مفيش وزن على الوسط حاليا، تمام؟ الوزن كله محطوط على الرجل هنا. فممكن الشاب ده يقدر يدوس برجله في الارض ويبتدي ياخد منها عزم ويبتدي يقوم بوسطه اهو. بص زي ما عمل كده، وده في حد ذاته نوعا ما خطر، مش خطر قوي لان ممكن برضو ايثن يقوم رامي دراعه ده ولفف حوالين وسطه. بس هو مش عايز كده، هو عايز يثبته في الارض، مش عايز يصارع واحد بيبتدي يقوم على اطرافه وركبه. فيقوم ساحب رجله عشان ما يقدرش يبني علو. اهو بنى العلو كده، ممكن تتعمل نوعا ما. بس زي ما انت شايف قام ايثن عمل ايه؟ قام عازل الرجل دي بحيث ان هو ما يقدرش يسحب رجله ويبتدي يقوم. لو الرجل دي رجل الولد ده بالمناسبه، انا حاسس ان احنا ممكن نفقد مين رجل مين دي. فالرجل دي نرجع كده نبص، دخل بالرجل دي لانه بقى ماسك سنجل لاج دلوقتي. سنجل لاج اخطر في الهروب ده بالذات، يقدر ان هو يعني حتى الوضعيه دي كمان مش حلوه في السنجل لاج لان دماغه بره. لو باصص للناحيه اللي هناك هيبقى احسن، او لو دخل دماغه من تحت هنا هيبقى احسن. بس في كل الحالات هو اما معدي ايثن، اما معدي رجله من تحت عشان الولد ده ما يقدرش ان هو يسحب رجله ويفضل مفعوص دماغه على رجليه كده بالمنظر ده. ومن هنا يقدر اصلا اهو زي ما احنا شايفين يقدر يقفل ايديه رجليه الاتنين على بعض، فيحشر الدراع والرجل مع بعض، وده وضع سيء جدا. الولد ده يومه مش هيبقى احسن حاجة النهاردة. الولد ده اسمه كريس وودج حاجة كده معقدة. الولد ده لاج لوكر كويس قوي. نفس المشكلة تاني. بص احنا هنا دماغنا في نفس المستوى، الدنيا تمام. اه بص غطس لتحت فجأة، نزل بدماغه تحت مستوى الدماغ وقام طالع على طول على الدبل لج. يوم التاني عامل ايه؟ عامل سبرول كويس. بص بعد رجليه. يوم ميثن عامل ايه؟ واخد بركبه زاوية، ويقوم واخد بدل بقى ما يروح على الرجلين يقوم رايح على الجسم ويمسك تايت ويست، ومن هنا يقدر ان هو ياخد الضغط. بحب اشوفها تاني. يقوم نزل مرة واحدة لتحت،
وتنتهي. نيك ميتايا من احسن المصارعين، انا بعشق اللعب بتاعه. الولد ده لسه ما خدش حقه، الولد ده لازم يتشهر. وفورمته مرعبه، بني ادم ده فورمته. Don't tire yourself out. I mean, everything with purpose. Keep your hands on him. Keep him moving. More things. Color tie. Be closer next time you attack. You gotta be closer. 4 minutes for Sal. 4 minutes for Sal. Keep a high pace of كل حاجة ليها هدف. بص، حتى الحاجات اللي بتفشل بيبقى ليها هدف. لو شفت من شوية ايثان كان عمال يمسك كولر تاي، يمسك دماغ خصمه وينزلها لتحت، ينزلها لتحت، ينزلها لتحت. ليه؟ عشان خصمه يرفع دماغه لفوق، عشان هو عمال يضغط على دماغه لتحت. فلما يرفع دماغه لفوق يقدر ينزل ياخد الدبل ليج. هنا لو تاخد بالك ايثان بيلعب على لعبة نيك ميتايا بيلعب على لعبة تانية خالص، بيلعب على لعبة الزق في الاتجاه ده. فبدل ما من فوق لتحت بقت من ورا لقدام اكتر، وعنده استعداد ان هو يزق لحد ما يطلع خصمه بره، عشان المرة الجاية لما خصمه يلعب معاه يمنع نفسه ان هو يطلع بره، فيزق جامد عكس، فيبتدي يتفتح له حاجات. كل شيء له هدف. بس بيضغط، بيزق بيزق. بص التاني ما زقش. فكل ما البني ادم متزن كده كل ما ان هو يقع حاجة صعبة. لكن لما هو بيزقه لورا ده معناه ان هو عشان يزق في الاتجاه المعاكس هيحط رجليه ورا ودماغه تبقى قدام اكتر، وهنا بتتفتح الفرص بتاعت التيك داونز الحلوه. اهو بص، دي رجل ورا اهي، دي بدايه الفرص. بص لما الواحد بيزق وبيبقى مش عايز ان هو يتزق لورا زي ما كان لسه بيحصل، بيبتدي ان هو يعمل عدم اتزان في وزنه، وده معناه ان الرجلين بتبتدي تبقى ورا، وهو ده المطلوب عشان تاخد تيك داون كويسه، لان الاتزان بيبقى سهل رمي في الاتجاهات اللي هي زي ورا وللجنب والى اخره. بيزق ده بيفكر في ان هو ينزل على سنجل او دبل، فهو عمال يقيس كل شويه. لو تاخد بالك اللي هو بيعمله دلوقتي ده، النزله دي بتقيس رد فعل خصمك. لو انت نزلت فجاه وحاولت تخش على الرجلين، هل هيدي رد فعل مظبوط ولا لا؟ مستك بتنزل، بس ما ينفعش تهق كده او تهوش من غير ما تكون باينه انها حقيقيه، عشان يدي رد فعل طبيعي حقيقي. اهو يطلع منها نك. نشوف بقى ايه اللي حصل ده تاني، ازاي خدوا كده. بص هو شغال دلوقتي كولر تايم، ماسك حاطط ايده حوالين رقبته وبينزله لتحت وبيزق لقدام. بص هنا دماغه وطيت، فاول ما هيرفع دماغه، لان طبيعي انا مش عايز دماغي تفضل واطيه كده هياخد ظهري، اول ما يرفع دماغه التاني هيقوم نازل. بص اول ما يرفع دماغه يقوم التاني نازل على طول، كرد فعل طبيعي هيرفع دماغه يقوم التاني نازل على طول. دخل على السنجل،
ومن السنجل هنا هو ماسكه زي في ماسكة الجلوتين كده، وبيحاول يعدي رجله من حوالين رجليه عشان يحاول يقفل او يضغط. بس الماسكة دي مش كافية، لان انت لو تشوف صدر الولد ده مش ورا قفا، مش ورا الخلفية بتاعت رقبة نيك ماتايا، فما فيهاش خنق، فيها وجع للدقن بس، فيها عض قافلة على الدقن بس، فسابها. هنا التشبث، بص التشبث دي اغبى حاجة ممكن تعملها، انك تمسك بدراعك رقبة الخصم كده وهو واخد سايد كنترول عليك. ليه؟ لانه ممكن يخش على فان فلوت شوك، بيحط دراعه وكتفه في رقبتك ويبتدي يحمل وزنه عليك، لان كتفك من هنا ممكن يخش في رقبتك من الناحية التانية ويسد العرق اللي هنا، والدراع التاني يخش بعمق تحت الظهر هنا من عند الرقبة ويسد العرق التاني. تعال نشوف هيحصل ولا لا. هو سابها على طول عشان عارف ان دي سبمشن، وبعدها فول ماونت. طيب هو ليه بياخد الدراع ده وبيرفعه كده؟ ليه ما بينطش ياخد مثلا ارم بار او حاجه زي كده؟ لان مفيش اي نوع من التحكم، انت محتاج ترفع الدراع من هنا كويس عشان تبتدي تاخد مثلا حاجه زي الارم ترينجل. عشان لو عايز تاخد ارم بار محتاج ترفع مش دراع ده بس، لا ده الدراعين مع بعض عشان تقوم مقرب ركبك، وهكذا. لما يجي وقتها هتكلم عنها اكتر، بس حاليا خلينا مركزين نيك بيعمل ايه. رايح لارم ترينجل، نفس الميكانيزم. الكتف ده، الكتف اللي هناك ده اللي احنا مش شايفينه اصلا، في رقبة الشاب ده، والدراع ده في العرق من الناحية التانية، فالعرقين اللي من الجنبين يتسدوا، هو ده الهدف. اهو بص نزل لتحت عشان يبقى الضغط بتاعه مخلي الكتف يضغط في الرقبة. دي جامدة دي، خلاص دي هيخلص. جميلة. بص نشوف الحتة دي تاني. ده كولر تاي، وقام هو داخل من تحت الكوع وداخل بالكولر تاي بتاعه، وفي اللحظة دي بدل ما هو يخش يكمل كولر تاي قام نزل على الرجل، بس الدراع ده بعيد لسه. شوف بقى هيحصل ايه. يوم التاني عامل ايه؟ يوم التاني عامل سبرول متقل. بص الوسط بيميل، يعني انت دلوقتي عظمتين الوسط مش في نفس المستوى. لما نزل وسطه من الناحية دي، ده معناه ان هو تقل وسطه من الناحية دي ورجع رجله خطوة لورا، وزنه بيبقى تقيل هنا. فلما وزنه بيبقى تقيل رفع الرجل بيبقى اصعب. لو وزنه لورا يبقى رفع الرجل اسهل بكتير. بص الماسكة من هنا ثابتة، رجله تقيلة لان هو مايل وزنه على الرجل دي وعلى الجنب ده، بس التاني عمال يزقه ويرفعه، فالوزن عمال يخف اهو. بص العظمتين بقوا قرب بعض، فهيبقى سهل ان انت ترفع الرجل دي، ويخش بالدراع التاني عشان يكمل السنجل لاج بتاعته. زي ما انا قلت لك من شويه، السنجل لاج دايما دماغك تبقى جوه. يقوم نيك ماتاي عامل ايه؟ يقوم مدخل اندر هوك عشان يقدر ان هو من خلالها يخش من تحت الصدر والكتاف بتاعت خصمه، ويرفع النص الفوقاني بتاع خصمه لفوق، فيقاوم الاتجاه بتاع نزول خصمه لتحت وان هو عايز يوصل للرجل بتاعته. اهو سناب داون بس ما تشتغلش. ماتش فيه زق كتير. هنرجع لها حالا، الوقت خلص.
مش شغالين بوقت. تمام. طيب نرجع لها ثانية واحدة. هينزل ونيك متاي هنا عارف ان هو مش هيكمل تقريبا، بس في اللحظة اللي هو هيطلع فيها عشان يعدل نفسه عشان ما يقعش لورا، لان هو لو فضل على ركبه تحت على الارض هنا واتزق لورا هيقع، فهيدوس برجله هنا ويطلع. بص التناغم بقى، وهو ده بيطلع ده بينزل. احنا دايما التيك داونز بتبقى عبارة عن ان انت تدي تعرف رد فعل خصمك هيبقى فين وتعكسه. بص ده بيطلع ده بينزل على طول، نزل على الركبة اللي على اليمين، ومن هنا هو كان عايز يخش بدماغه من تحت الباط عشان ياخد حاجة اسمها داك اندر، بس الولد ده قافل كوعه نوعا ما فهيقع على جنبه، فالتحكم مش هيظبط. ومن هنا ده كاشف رجل نيك ماتايا لان هو وقع على جنبه مش نزل من تحت ظهره، والولد ده منبهر طبعا وجامده جدا بغض النظر. فهو من هنا محتاج ان الولد ده يحتاج ان هو يدوس برجله في الارض ويبتدي يهاجم لقدام على رجلين نيك ماتايا، لان رجلين نيك ماتايا مكشوفه قدامه، فنيك يقوم مدخل اندر هوك من هنا ويسبرول لورا، يبعد رجليه لورا عشان التاني ما يقدرش ان هو يتحرك عليه، وبحيث ان وزنه ينزل على رقبته فيبقى مش قادر ان هو ياخد عزم او يرجع رجله لورا او ياخد مساحه ان هو يعدل جسمه ويرجع رجله لورا ويدوس لقدام، فجسمه يقع لقدام. ومن هنا هو امن على رجليه خلاص، وابتدي ياخد زاويه، فخصمه يحاول يلف ويوجه له اطرافه كلها. خد ظهره. خد ظهره ليه بقى؟ بص يعني هو الدراع بتاع الولد ده هو اللي بيحمي ظهره، لو الدراع ده مش موجود في السكه نيك هياخد ظهره. بص نط، عدى رجله واحده ودراع وبقى معاه ظهر بهوك. ادي الهوك اهو. دخل الهوك التاني وينهي الماتش. هو سلم ثانية واحدة بس، هو التاني يسلم ايه؟ كتف. هو تقريبا شدله كتفه لورا بزيادة، بس يعني شدله كتفه بزيادة، دي ستريتش بزيادة للكتف. اندر هوك. اهو دي من زاوية تانية نفس السبمشن، بيشد الكتف لورا بزيادة. اسمح لي ان انا اوقف الفيديو ده لمده دقيقه عشان اتكلم عن حاجه هتفرق في حياه رياضيين كتير. لاعبين الجوجوتسو اللي مسيطرين على الساحه طلعوا كلهم تقريبا من تحت ايد مدربين يتعدوا على صوابع الايد الواحده. مثلا المدرب اللي اسمه جون دانهر، راجل عجوز عنده اعاقه في رجله وعمره ما لعب بطوله في حياته قبل كده. طلع من تحته جوردون راين، كريك جونز، نيكي رود، نيكولاس ميرجالي، جينكارلو بودوني، وجاري تونن، وغيرهم اسماء كتير جدا. الناس دي كانت شباب عاديه، بعضهم شغال في محلات برجر وزبالين، وفي خلال 5 سنين كسبوا اساطير الجوجوتسو اللي بيتمرنوا من هم صغيرين. طب ازاي؟ الناس زمان كانت بتعتمد على القوه والسرعه والليونه، وده خلى البقاء للأقوى حرفيا. لكن دانهر عمل نظام مفصل للحركات بيناسب كل الناس، تنفع للبطيء والسريع والقوي والضعيف، واهتم بالتكنيك أكتر من أي حاجة تانية. وعمل دراسات علمية مفصلة في كل موضوع وكل وضع بنستخدمه في الجوجوتسو. مثلا ازاي تعدي جرد خصمك، ازاي تخرج من الوضعيات الصعبة، ازاي ان انت تثبت خصمك على الارض تحتيك، اسقاط الخصم في اطار الجرابلينج والجوجوتسو، وازاي تدمج ما بين المصارعه والجودو في نفس الوقت. والعلم ده بقى متاح دلوقتي لاي حد ان هو يتعلم منه عن طريق كورسات مسجله. لكن المشكله ان الكورسات دي بالانجليزي وباسعار بتتراوح ما بين
$400 ل $350. وانا اتعلمت من الكورسات دي ودمجتها بخبراتي اللي انا اتعلمتها من الاحتكاك باللاعبين الكبار و12 سنة تمرين وحزام اسود. ومؤخرا بقيت انا اعمل كورسات عشان الناس التانية كمان تتعلم زيي. الكورسات بعلم فيها اهم المبادئ اللي انت هتحتاجها سواء بتلعب او لسه ناوي تلعب، بس بالعربي وباسعار ما تقارنش اصلا بالاسعار اللي هم حاطينها. فلو انت لاعب جاد وعايز تتطور بسرعة او لسه هتبدأ وعايز تختصر على نفسك الطريق، ابعت لي رسالة على واتساب. هتلاقي لينك التواصل على واتساب ورقمي في الديسكريبشن، فابعت لي رسالة وانا هبعت لك التفاصيل. ما طولش عليك، يلا نكمل الفيديو. ده ماتش هيبقى شرس. ده نيكي راين اخو جوردن راين الصغير. الولد ده جميل جدا 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 مع نيك ميتايا، ده هيبقى ممتع قوي. دخلت نيكي راين حتى في المصارعة مختلفة عن سالر، الولد اللي هو كان بيلعب معاه. بص زوايا احسن وامن. شفت، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، تهويش بقى، تهويش بجد. التاني كان بينزل ثانية كده ويقوم، ينزل ثانية ويقوم. نيكي رايان راح فدى احساس لنيك ميتايا ان هو رايح بجد مستني. ده التهويش الصح. بص راح لحد فين، راح لحد يا دوبك وقام راجع تاني. ما عملش كوميتمنت ليها، يعني ما نطش وحاول ياخدها، لكن هو راح ورجع تاني، فخد من خصمه رد فعل. رد الفعل ده بيحرق طاقة من خصمك وبيخليك في نفس الوقت، بيخليه في تفكير دفاعي، بيخليه قلقان منك. وبالمناسبة لما خصمك بيبقى قلقان منك وبيقعد بيفكر دفاعيا، بتبتدي ان انت بقى تشتغل عليه بلعبتك انت، تلاقي بقى بيفتح حاجات وبيدي فرص وكده اهو. المرة دي راح لها بجد، جميل جدا. ثانية واحدة، ما ينفعش نروح كده نسيب الكلام الجميل ده. بص المرة دي راح لها ازاي، راح لها بجد، عمل لها كوميتمنت. خصمه كان فاكر ان هو هيهوشه تاني، بس المرة دي هو راح لها بجد، فهي اتدارت في المحاولة الأولانية اللي ما كانتش حقيقية. ومن هنا هياخد زاوية ناحية الرجل، وأول ما خصمه هيبتدي، أول ما نيك هيبتدي، نيك ميتايا اللي هو اللابس ده جيش ده أيا كان، هيفرد رجليه عشان يعمل سبرول. المرة دي بقى زي ما كان بيعمل مع الولد التاني، هيقوم رايح للجزء الأقرب اللي هو جسمه، اللي هو بودي لوك أو تايت ويست. بص هو فرد رجليه لورا وعمل زي ما عمل ايه مع الولد التاني. المرة دي الدراعين بص داخلين من حوالين الوسط على طول، ويقفل حوالين الوسط. وخلي بالك قفلتك حوالين الوسط عمرها ما بتكون بالدراعين في نفس في النص، في دراع دايما بيبقى داخل اكتر. هنشوف دي لما ياخد ظهره اكتر. من هنا هو عنده حاجتين، وزر عشان يمنعه ان هو ياخد ظهره، والرجل دي عشان يمنعه ان هو يعدي من ظهره برضه. وما عندوش في الاتزان غير الرجل دي والدراع ده، والدراع ده هو مش متزن عليه حاليا، هو متزن على الرجل دي بس، فوضعه مش كويس خالص. هيخش برجله بدراعه من هنا عشان نشوف عشان يعمل ايه. نزل رجله، يقوم نيك راين عامل اوتشيماتا، رمية الجودو الاوتشيماتا عاملها من هنا. يرفع رجله، يوجه دماغه، لان التاني بيستخدم دراعه عشان يمسك رجله، فما فيش دراع يسند البني ادم قدام، لان دراعه اليمين ماسك الرجل، فيضطر ان هو يحط دراعه، بص يحط دراعه في الارض عشان يوزن نفسه اهو. اول ما يحط دراعه في الارض عشان يوزن نفسه، دي بقى حلاوه التكنيك المظبوط يا باشا. ده تكنيك يعني مش عارف اقول ايه والله، مش عايز اتلفظ، تكنيك جميل جدا. بس فاضطر ان هو يحط ايديه في الارض عشان يوزن نفسه. وفي الحاله دي الدفاعات كلها بتاعت نيك ميتايا نزلت، ونيكي راين داخل على طول على الظهر.
زي ما قلت لك بقى من شويه، الدراعات مش زي بعض، في دراع بيلف حوالين الوسط، وفي دراع بيبقى كوعه لازق في الظهر عشان المسكه تبقى قويه. اهو. نجمتاي يلف تاني، يدخل الوزر عشان يبدأ يبعد خصمه ان هو ياخد ظهره. اوف، احنا شايفين دلوقتي عزف مزيكا. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان دلوقتي نيكي راين اللي هو لابس اخضر ده هيلف رجله حوالين الرجل دي، وفي الغالب هيقوم لافف في الاتجاه المعاكس، لان الرجل دي بتوزن في الاتجاه اللي هناك، فهو هيقوم لافف كده ناحية ظهره. اهو بص. لا لا لا، تعالى لي كده بالراحة بقى نتفرج على الجمال ده. اوف. آه. أكاد من فرط الجمال أذوبه. يبقى احنا وصلنا للبودي لوك. يمسك الرجل، يقوم عامل على طول اوتشيمات عشان يخلي دراعه ده يتوزن لهناك، ياخد ظهره، يقوم لفف وعادل نفسه بوزر نجمتاي اهو، يقوم لفف على الرجل دي، يقوم قصصها لهناك، ورامي خصمه الناحية التانية زي ما قلت لك، رامي خصمه على الجنب اللي هناك اهو. بص، رامي خصمه الناحية اللي هناك دي بشكل دائري، هو بيلف كده. في اللحظة اللي هو بينزل خصمه فيها، هو عارف ان خصمه هيحط دراعاته في الارض عشان يبتدي يلف ويقوم تاني. يوم هو عامل ايه؟ البودي لوك انت واخد ظهر خصمك، دي مرحلة أولية من الهجوم على الظهر، بس انت متحكم في الجزء بتاع الوسط، وده معناه ان دراعاتك هي اللي ماسكة الوسط. لكن انت عايز عشان تبتدي تاخد سبمشن او اخضاع، ان انت رجليك هي اللي تكون ماسكة في الوسط، بانها تعدي من عند الوسط من هنا وتخش عند الفخاد. عشان كده عشان تعمل كده تعمل ايه؟ لازم تبتدي بدراعك، دراع ماسك الوسط، والدراع التاني ينقل من المسكة بتاعت الوسط برضو لفوق الكتف، وده يخليك تمسك حاجة اسمها سيت بلت او حزام امان. ده يعلقك بدل ما هو معلقك في النص او في الوسط بتاع خصمك، يعلقك فوق كتفه، فوق كتفه في النص الفوقاني ده عند الكتف، ويخليك لازق في الجزء الفوقاني من ظهر الخصم، وده يسمح لرجليك انها تبتدي تخش، وهيقوم داخل على طول بالسيت بلت. ومن هنا هيقوم شايف ان خصمه عايز يلف، ويحاول يدخل رجله من الفتحة دي، بس خصمه هو بيلف عارف يقفل كويس قوي الحتة دي. بص، برجله قفل كويس قوي الزاوية دي، فنبتدي ان احنا نشوف الزاوية التانية، لان دي هتبقى في الغالب ناحية الارض فهتتسد، فيبتدي نيكي راين نشوف بقى هيدخل رجله من الزاوية دي ولا هيعمل ايه، هنشوف. نيك متايا برضو مجهز للناحيتين. في بعض الحالات لو تاخد بالك نيك متايا برضو مضيق وقافل رقبته لتحت، لان في بعض الحالات وهو الخصم بيلف، لو نيك متايا بيلف ممكن يرفع رقبته، وفي حالات زي كده انت ممكن تخش بدراعك تقفل وتخنق على طول من غير ما تدخل هوكات كمان، بس لازم تبقى عميقة كفاية. هنا بقى المهمة كلها ان هو يمنع الرجلين انها تلف حوالين وسطه، فبيخبي من الرجل دي وسطه في الارض، وبيحل من الناحية التانية بدراعاته وركبه او كيعانه وركبه. بس بص، نيكران رهيب وهو بيقوم، جميل جميل، عرف يطلع، مبهر. نيك متى عايز الكومباك بتاعه. ساب له لحظة قام قايم. هل لعيبة الجوجوتسو ما بيعرفوش يصارعوا؟ هو ده السؤال. لعيبة الجوجوتسو بتاع اليومين دول مختلفين تماما عن لعيبة الجوجوتسو بتوع زمان.
لعيبه الجوجيتسو بتاع دلوقتي بقوا يصارعوا حلو قوي قوي قوي، وبيلعبوا جودو مع المصارعه. نيكي راين عمال يضغط على نيك ماتايا، نيكي راين نيك ماتايا، نيكي راين نيك ماتايا. جميله، سناب داون حلوه بس ما كملتش. شوف الجمال بتاع اللحظه دي. بص نيكي راين بيهرب من السنجل لاج ازاي. رجله اتمسكت، تمام، خلاص، ودراعه هنا مش هيلحق يدافع. يقوم عامل ايه؟ الفتحه بتاعت المسكه دي، لان هو ماسك رجله من بره بدراعه اللي بره ده، فلو انت ركبتك بصه في اي اتجاه فيه لحم الدراع ده مش هتعرف تهرب ركبتك. لكن هو هيخلي ركبته تبص في الفتحه هناك، تبص ناحيه الحيطه كده وناحيه التيشيرتات اللي هناك دي. هو دلوقتي رجله تقيله فممكن يتاخد، يقوم حاطط الرجل التانية عشان الرجل دي تبقى خفيفه، ويقوم باصص، ده مش ناحيه التيشيرتات كمان، ده الزاويه دلوقتي المفتوحه لهناك، ويقوم مطلع ركبته من هناك كده اهو ناحيه الفتحه. جميل قوي. ما لحقتش اشوف، بصيت للحظه بعيد. نيك ماتايا سبرول يقف فور بوينت. في مصيبه بتحصل دلوقتي، وريني. لم الرجل وبعدين مبهر. لا ثانية تاني معلش. هيلاقي الرجل هنا قريبة من رجله، هل هيقوم شايل الرجل دي ومدخل الرجل دي مكانها، الدراع قصدي، ده هو بيقوم قام قافل رجله من بره وهيهاجم الرجل التانية بدراعاته. ما شاء الله. مش عارف اقول ايه. التاني محمل وزنه لورا وده سند. طلع ممكن لحظة، انا ما اقدرش اسيب الحاجات دي بصراحة، الحاجات دي فيها تفاصيل كتير جدا. دلوقتي هو خلاص يعتبر واخد بودي لوك اهو، وفي رجل واحدة بس، ده زي هاف جارد كده. في اللحظة دي نيك ماتايا هيقوم جايب دراعه ده ورا عشان ياخد منه عزم، ويبتدي ان هو يقوم ومعاه وزر هنا عشان خصمه ما يلفش لظهره، ولسه نيكي راين ماسك الوسط، لسه ما اتحكمش في الكتف. ابتدي يسحب الركبة دي تحتيه، بس هو ما لقاش مساحة يسحب الركبة لان نيكي راين جابر الوسط ان هو يبقى تحت، وبيعدي رجله، بيقرب برجله من هنا، نشوف هيحصل ايه. يجيب الرجل التانية ويدخلها باترفلاي هوك ويقلب الاتجاه عشان يرميه لهناك. بص غير الاتجاه بتاع الوزن ثانية. هيدخل رجله التانية دي عشان يحطها في الرجل دي. بص هيدخل الرجل التانية عشان يحطها في الرجل دي بقصبة رجله، ومرة واحدة أول ما يحط قصبة رجله هنا يقوم قلب اتجاه جسمه للناحية التانية، مدلنا ظهره ويرفع الرجل دي، فيوجه الوزن لهناك لأن الوزن هنا، وبيحاول يضغط لهنا، يقوم موجه الوزن للناحية التانية، فيقع الفورم أو الوضعية بتاعت نيكي راين تنهار لهناك، ومن هنا يبقى فيها مساحة إن هو يدخل. هنشوف
هيدخل رجله دي في النص، ياخد عزم بالرجل التانية، يبني الكوع، يبني بالكوع نفس اللي هو عمله من الناحية دي بس الناحية التانية. بس المرة دي مفيش وزر، المرة دي مش حاطط ايده حوالين ظهر خصمه، فظهره هيتكشف من هنا، بس الحاجة الوحيدة اللي بتحمي هي الرجل. ده كلان مودي بغض النظر. ايا كان، يقوم منزله على ظهره، يبقى شبه واخد فول ماونت. بس المشكلة هنا ليه نيكي راين مش هيعرف ياخد الفول ماونت عدل؟ لأن دراعاته ملفوفة حوالين وسط خصمه، مش ماسك من كتفه. ده معناه إن رجليه، ركبه وكيعانه هيخبطوا في بعض، وهيضطر إن هو يسيب دراعاته من حوالين وسط خصمه عشان يمسك النص الفوقاني منه، وده معناه إن في حتة هتتفتح. أهو دلوقتي ساب الوسط خلاص بدراعاته. في اللحظة اللي هو هيسيب الوسط بدراعاته، نيك ميتاي هيبتدي إن هو يضغط بدراعاته على وسط خصمه، وبعد كده هيقوم مدخل ركبته. بص الفتحة بقت كبيرة قوي هنا، الدراع التاني ده محطوط عند الصدر اهو، فهو زقه لبعيد عشان يدخل ركبته من هنا، ويبقى عنده كده قش جرام يقدر ان هو يمسك الرجل دي ويهاجمها. بس هو مش هيختار ده، هيختار ان هو في الغالب يقوم. عشان يقوم لازم يجيب الرجل دي لورا، والرجل دي لقدام، الرجل اللي فوق لقدام، الرجل اللي ورا او يدوس كده. تمام، وياخد سنجل لاج. يا نهار ابيض. نيك ميتاي بيشتغل في الوقت اللي نيكي راين بياخد فيه نفسه من الانفجارات دي كلها، ملحقش ياخد نفسه.